لكن تدى مليارات الدنيا ولا تدى الضعف ثاني قبل. بس اي زول لقيته خاف شيله من العربيه وخلوه يقول له دلاتك ماشي. الشيء الثاني الراجل ذكر كان طمح المرأة متى حانست ولا اديتها خير الدنيا دي كلها والثاني ما برجع ما بقول لك انا ما دايرها. طيب احنا زي ما قلنا لكم الدوزه دي تختلف يا جماعه، تختلف من الدواسه السنتين اللي بتدوسوا ده. دوزه اخواننا دوزه في الفريق، دوزه قدام البنات، دوزه حق الشرف، دوزه حق ارض، دوزه حق وطن قدام الحكامات وقدام الناس الكبار وقدام شفعك وقدام بنات عمك وقدام عينك وفي وطنك في زراعتك قدام بهايمك. دار تمش تعرف دين كويس يعني. طيب راجل الحبيب ماشات ماركات ماشات مرقنا الشفع انت ماشي قدامنا والله العظيم لو شلت توب افضل من تمشي مع العبين وتمشي راخي حقرتك ماشي قدام العبين. اول حاجه زي ما قلنا لكم وين المجاميع اللي كانت كثير، المجاميع اللي كانت في قرب كردفان قريب 200 مجموعه روحت وين الان اختفوا وين؟ زمان لو جينا 10 هنا 10 تنكر بتاع وقود في نفس اليوم انتهت المجاميع دي تشيك بشيله. وين الناس دي؟ لو جات عربات بيشيلوا كلام ده. على كل حال نحن والله الدبابات دي والحمادي تقول نط نهائي ما حنمشي، لكن والله تعيب عليكم اقسم بالله. وهو العدو بخاف، هم الناس اللي بيجوا اللي عندهم ارض هنا، الناس اللي بيجي من بورسودان وبيجي من الشماليه عندهم ارض هنا، هو زول بيجيك من غادي مخاف، زول بيجيك انت الارض حقتك والتراب قدام اخواتك قدام بنات عمك تخاف دار تمشين والله ما في. على كل حال نحن ما عندنا كلام كثير بنقوله لكن والله يشوفونا معهم. الزول الداري دايس يجي المقدمه، الزول الداري دايس يركب عربيه يجي، الزول يجي الداري يمشي معاه خواتها كمان والعربيه لو تكرمت خليها عشان في رجال بيداوسوا، في رجال احنا واثقين منهم، في رجال وان شاء الله تشوفونا معاهم والتاريخ ما بيحفظ لكم. اي زول فات، اي زول جرى، اي زول على عين رجع التاريخ بيحفظ لك اقسم بالله العظيم احنا ما عندنا كلام كثير بنقوله لكن الناس بيقول في ماله وعياله هو كاس. وين الدين؟ انتوا قلتوا مسلمين جارين ماشيين وين؟ هسه المجاميع دي احنا ما دايرين نتكلم كثير عشان تقولوا ان احنا قلناها بس لكن ان شاء الله الصباح باذن الله تشوفونا معهم حي. والله دواسنا والله تركيهم مننا وكنا حيين تركيهم مننا. ما انا تراوي عشان جنجويد موجودين هنا في الصفحه ده ما يقول ده خايت من القادات في الكردفان هيثم برشم. الناس اللي ما بعرفوا هيثم برشم برضو نشرح لكم اكتر من كده. فتينا القائد فتينا ده ما هو ذاته يعني. ده واحد من ابناء الكردفان بيتكلم بيقول انتم معرضين ماشيين وين؟ انتم معرضين بالعربات. هو طبعا كلام للنصافنا ما كلام للزول تاني، كلام للقادات نصافنا وناس الناتج الرسمي محمد القرشي الفاتح محمد القرشي، كلام للناس ديل. انتوا قلتوا قادات وين احنا موجودين وين ايفا وين احنا عندنا العربات. شوف هيسين ده ما وضحها دي كده، قال لهم يا اخي الناس ديل زمان موجودين بالكثافه كميه في الكردفان هنا، لما يجي الوقود بيجي بيشيلوا وقود، بيجي جاري داري ونحن المجاميع ونحن القوم الاكبر، واي زول بيجي بالاحصائيات بتاعت الناس بيقسموا. قال لك قسم معانا نحن ما بيقلوا لنا شيء. لما تيجي تلقى الناس بس قاعد موجودين والناس ذنبهم شو وين؟ حسين هسه قال لكم اي ماشي قدام العين قدام الحكامات قدام اخواتنا قال لنا واحد اثنين قال لنا اي زول من الجنجويد البعرض ديل قال لهم يا اخي عربيتنا ما تشيلوا شباب دقوا الشاشه. طيب زول ده هسه عديل وضحها وقال لنا 1 2 3 عشان ما نفقدوا اللايف. اكتبوا بالحروف الانجليزيه اي حاجه خلوا اللايف يثبت. طيب الزول ده يتكلم قال شنو؟ اكتبوا الحروف انجليزيه بس ما دار منكم حاجه ثانيه، حكايه 10 دقيقه كده. شوف الزول ده قال شنو؟ الزول ده حسين ده هسه وضح عديل قال لكم يا اخي انتم معرضين ماشيين وين؟ ابو كيف اتعرض مع حبابه؟ بانه يا اخي انت لما تشيل ما تسيق، انت ما تسيق، انت لما سيجت معناته انت خلاص. وقال شنو؟ قال الناس جايين من الشماليه وجاي من وين ما اعرف. اكتب اي
حاجه بالانجليزي بس. خدت الكتابه بتاعت اللغه العربيه، خدت انجليزي اعبش بيدنا كده بس واعمل اوكي. ما تكتب حاجه عشان يتقري ذاته، عشان تثبتوا اللايف بس بيت بس. اي حاجه اكتب حرفين، حرف 3 بس انجليزي بس وخلوه. طيب حسين ده ما وضح كلام ده اللي زول ما بيعرف، وانا بعد شويه ممكن نشكل لك الصافنا برضو قال شنو. هسه حسين ده بقول الناس الجاي من الشماليه، الناس الجاي من شرق السودان بهناك هم ما عندهم ارض. ما الناس ده السودانيين، ده جيش قوات عنده حق ده السودان ده في اي مكان شبر، ده قوات شعب. ليه؟ لانه الوطن ده حقنا نحن دارنا نثبت الوطن ده، نشيل الجنجويد زيكم ديل في ايوه عشان تفهموا كويس. هو داري يزيد ما كلامه ده، داري يقول شنو يعني؟ داري يقول الناس ده ارض ده ما حقهم وهم جوكم في عريضكم وجوكم. شوف انتوا يوم كانت الاهل بتاعنا نحن اسرنا من معسكر زمزم او اي مكان في السودان في الولايات بتاعت الدارفور، انتوا كانوا بتضحكوا علينا وانا طيب انا ما قلت لكم كلنا بننزح، كلنا يوم من الايام هنكونوا لاجئين خارج السودان. هسه الليله هم ذات شفتها قرون ذات الليله شفتها ماشي في الشارع كده. ما قلت انت ما تخلوا الاسر؟ ايوه ما قلت نحن مكان ما امهاتنا موجوده فيها الا ماشي قدام العين. تعرفوا العين؟ ليت قبل جاهز ما تمشي قدام العين. ايوه هنمشي لقريبنا ده وبعد ذاك نمشي للقوات اللي انشقت من موسى ده مره المليون، نستمع لقريبنا ده قال شنو ابو شقرع. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا والعود. ركزوا في الخطاب ده، في ناس خطاب صافنا ده ممكن في ناس ما بفهمه لكن نتمنى تلقى زول نتمنى تركزوا في الخطاب بتاع صافنا ده وتفهموا على الاقل تفهموا حاجه. قال شنو؟ انا نخلي الخطاب بتاع صافنا ده للنهايه بس نسكت ساكت، لكن انتوا اكتبوا لي اي تعليق بالانجليزي خلوه تمشي. بالمناسبه نحن دايرين نتكلم عن المستجدات والتطورات بتاع الخوي وما ادريك ما الخوي والنهوض وما ادريك ما الصياج وربور الجايين الياتوه الفو بعرفهم. دي كله يا اخوانا دي حمى خفيفه، ده ما الموضوع. الموضوع اذا بقي نحن اهلها، واذا بقي وتحرير للسودان نحن اهلها، والحاجه دي يا اخوانا ما حاجه جديده، حاجه قديمه. واذا رجعنا لتاريخنا وتاريخكم ما في علاقه. البلد دي نحن اجدادنا قبل اليوم حرروها من والان لسه قاعدين قالوا خلينا العربيه وخلينا نرجع للحصين والاجمال. الناس القبيل كانوا ماسكين السودان قبل هم